طبعا النهاردة هلف في مدينة ليون الفرنسية، فالبسيسة بجد بتدي طاقة رهيبة جدا أحسن من الأوميجا 3. ويلا بينا. طبعا السلم ده من المعالم السياحية اللي موجودة، جبته على الGPS وبعد كده رحت له اتصورت هناك. وده طبعا الباصات هناك، والكافيه طبعا عجبني جدا، لونه بنفسجي جميل. ده عمارة طبعا هنروحها دلوقتي عليها رسومات 3D، تحس إن الناس ده حقيقية والناس كلها ملمومة هناك، ومزار سياحي حيوي جدا. طبعا مشيت من هناك وبعد كده رحت على الكوبري، لقيت النهر الجميل ده والمناظر الطبيعية. بصراحة مدينة نظيفة جدا، مدينة ليون الفرنسية. بعد كده قررت اطلع، شفت برج ايفل كده من فوق، قررت اطلع هناك السلم ده. فضلت اطلع لولا البسيسة ما كنتش عرفت اطلعه. يا جماعة البتاعة دي جامدة جدا، اسمها بسيسة. اخواتنا التوانسة بيعملوها في تونس. العلبة دي مكونات طبيعية، مكسرات على زيت زيتون على قمح على غلة، حاجات كده طبيعية بس كلها بتدي طاقة. البتاعة دي بتدي طاقة طاقة طاقة. والله العظيم امبارح كلت منها، ما كلتش حاجة من امبارح لحد النهاردة. بصراحة جامدة جدا، انصح اي حد، احسن من الاوميجا 3 والحاجات دي كلها، ودي طبيعية. بتباع في رانش برجر، مطاعم رانش برجر. طبعا كنت مفكر السلم ده قصير عشان اطلع لمزار سياحي، اعلى مزار سياحي هناك في مدينة ليون الفرنسية. طلعت حوالي 799 سلمة. ايوه عديتهم، فتحت لايف على فيسبوك وعديتهم 799 سلمة لحد ما طلعت فوق. وفي الاخر لقيت برج ايفل بس نونو صغنن قوي، هو من تحت يبان ان هو كبير. وبعد كده مشيت لحد ما لقيت كنيسة كبيرة جدا والناس متجمعة هناك، عاملة زي الكنيسة المعلقة كده في باريس بس في أعلى قمة في مدينة ليون. طبعا هنا قعدت أدور على مكان لحد ما وقفت صورت المدينة كلها من فوق. كان في برجين ظاهرين جدا، قررت إن أنا أروحهم. الحلقة الجاية هتشوفهم إن شاء الله. طبعا بعد كده نزلت وقررت أروح على سنتر المدينة. شركة الأمان شركة فرنسية عالمية، والفرع الرئيسي موجود في قلب العاصمة الفرنسية باريس. والعنوان دلوقتي قدامكم على الشاشة. مع شركة الأمان اطمئن، أنت في أمان. بصراحة مدينة ليون الفرنسية مدينة نظيفة جدا وجميلة ومنظمة جدا، لكن الأسعار زي باريس تقريبا ويمكن أغلى في المحلات في السنتر. وبصراحة استمتعت هناك بالجو. الحلقة الجاية هروح أطول وأعلى فندق في ليون كلها، انتظروني. ولو أنت مهتم بالثقافة الفرنسية تابعني دايما. حليم في أوروبا.